إدارة التغذية موضوع مهم جدا. كل جنيه هتوفره من التغذية هيقلل تكاليفك ويزود أرباح. عينك على المشروع بتاعك، يعني عينك على الحيوان، عينك على العلف، عينك على العمال، كل ده لازم يكون تحت ايدك، كل ده لازم تكون مسيطر او متحكم في الامور دي كلها. طيب هنتكلم النهارده عن هتاكل العجول ايه، هتاكل العجول قد ايه، هتاكل العجول امتى، هتاكل العجول بكام، وهتوفر قد ايه، وهتصرف قد ايه. تعالوا النهارده نتكلم عن إدارة التغذية. السلام عليكم، معاكم دكتور حماده عريضه، استشاري تغذية الحيوان، وده فيديو جديد من سلسلة ما تربيش وخلاص. هنبدأ نتكلم في الإدارة المزرعية عن أهم حاجة في إدارة المزرعة، وهي إدارة التغذية. إدارة التغذية هنا محتاجة خطة طبعا محتاجة خطة. الخطة هتبدأ من ساعة ما تفكر إن أنت تشتري الحيوانات، هتبدأ إن أنت تحدد الأوزان اللي أنت عايزها، وبناء عليه هتبدأ تحدد مواد العلف اللي أنت محتاجها، وطول مدة التسمين عندك، الدورة بتاعتك قد إيه، والوزن اللي أنت عايز تسوق عليه، وبناء عليه هتبدأ تعرف أنت هتصرف قد إيه خلال الدورة بتاعتك. طيب تعالوا بقى نتكلم عن أنا لما أجي أبدأ، أنا أدخل العجول عندي وزن إيه؟ طبعا كل واحد وبيبقى ليه هدف محدد من دورة التسمين بتاعته. في بعض الناس يقول لك انا اجيب العجل وزن 250 كيلو واسمن مده 3 شهور، وابدا ان انا اسوق العجول ديت عندي على وزن 400 420 450 كيلو. وده طبعا العجل بيجي عنده مفرود، سواء بقى جايبه من السوق، جايبه من الفلاحين، جايبه من مزارع مجاوره، ايا كان هو جايبه منين، فالعجل هنا معاه مفروض. وطبعا هنا مفروض يعني انت ما بتيجي تختار ما بتختارش العجل اللي هو الايه المبروم اللي هو مكتنس باللحم، لا، عشان ده العجل ده كده مش هيدي معاك الوزن اللي انت عايزه، لان العجل هنا واكل مركزات عاليه زي ما شرحنا في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب امال اعمل ايه؟ انا هنا بشتري العجل اللي يكون صحته حلوه بس في نفس الوقت عامل شاسيه. طيب امال انا بقى لو جبت العجول وزنها اقل من كده، وليكن مثلا انا جبت العجول بعد الفطام او وزن عمر 6 شهور وزن 130 كيلو، يبقى انا هنا محتاج ان انا اختار حاجه من الاثنين. انا هسوق العجول ديتي على وزن 350 كيلو يعني كندوز، فهنا هبدا ان انا اعمل دفع غذائي بمركزات عاليه عشان اسمن العجول وابدا ان انا اطلعها على وزن 350. امال انا بقى لو عايز اطول مده التسمين واسوق العجول عندي على وزن كبير، وزن 450 500 او اكتر من كده، يبقى انا هنا محتاج ان انا افرد العجل، اعمل شاسيه، ابدا بعد كده اسمن عليه زي ما احنا اتكلمنا في فيديوهات اختيار العجول. طيب مرحله الفرد دي مهمه قوي في اداره التغذيه. طبعا انا لما اجي افرد يبقى انا هنا عايز افرد باقل تكلفه، لان طبعا احنا عارفين ان تكاليف التغذيه بتبقى 70 ل 80% من اجمالي تكاليف المشروع بتاعك او مشاريع الانتاج الحيواني عامه. يبقى هنا لازم ان انا فتره الفرد ديتي ان انا اصرف فيها قليل. طب هصرف فيها قليل يبقى انا هستخدم ماده علف تكون قيمتها الغذائيه عاليه وسعرها يكون ايه؟ يكون منخفض. طب ماده علف دي ايه؟ ماده علف تكون ماده علف ملأه زي الدريس، سواء دريس حجاز او دريس بلدي او السيلاج، او ان انا استخدم برسيم مصري. تمام؟ طيب انا بقى لما اجي اغذي الحيوانات في الفتره دي مش هستخدم علف مركز، لا هستخدم علف مركز. استخدم علف مركز 16% بروتين، لان الفتره ديت احنا العجل بتبقى احتياجاته من البروتين عالي لانه بيبني العضلات. طيب هو انا هبني العضلات ولا هفرد العجل؟ ما انا هبني العضلات بس هعمل عمليه تاجيل للنمو بتاع الايه؟ لمعدلات النمو بتاع العجل اللي انا محتاجها. يعني انا هوجه العجل ان هو يعمل شاسيه وبعد كده ابدا ان انا ايه؟ اسمن. طب انا في الفتره دي يا دكتور مش هفقد معدلات النمو العاليه بتاع العجل؟ لا، لو انت اشتغلت صح هيبقى عندك بعد كده فتره اسمها فتره النمو التعويضي. العجل هيديك نمو تعويضي يعوض لك الفتره اللي هو اجلت فيها النمو اللي هي فتره الفرد. طيب لما اجي افرد بقى العجل ياكل قد ايه او احسب احتياجات العجل قد ايه؟ لازم تكون عارف ان العجل بياكل من 2.5 ل 3% من وزنه ماده جافه. تمام؟
طيب يعني انا بشتغل على 3% الافضل، يعني انا اشتغل على 3% عشان لما العجل يبقى شبعان في الفتره الاولانيه دي، لما اجي ادخل في مرحله التسمين بعد كده اللي هي مرحله التسويه او التشطيب، العجل عندي يبقى ايه شبعان، فبالتالي احتياجاته تكون ايه تكون اقل. طيب انا بقى في الفتره ديت بنقول انا العجل هياكل عندي من 2.5 ل 3% من وزنه ماده جافه. يعني الماده الجافه المأكول ده مصطلح ممكن يكون عدى عليك بس ما فهمتوش صح. ليه؟ لأن بعض الناس بيجي مثلا يقول لي يا دكتور ده أنا بدي للعجل 3% من وزنه، يعني العجل اللي وزنه 300 كيلو أنا بديله 9 كيلو، 9 كيلو علف، سواء بقى تبن أو قش أو دريس أو سلاج مع العلف المركز، وبيحسبها من المواد العلف اللي هو بياكلها. ده طبعا غلط. ليه؟ لأن العجل ما خدش احتياجات، لأن أنت حاسب على إن مواد العلف كلها مادة جاف. لا مش مادة جاف. امال احسبها ازاي يا دكتور؟ لازم تبقى عارف مواد العلف عندك نسبة الرطوبة فيها ايه. طب انا مش عارف لان انا مش متخصص. اقرا، اسمع، تابع، اسأل. لازم تكون عارف انت شغال ازاي. مواد العلف اللي عندك دي نسبة المادة الجافة فيها قد ايه؟ وليكن مثلا مواد العلف المركزة كلها بتبقى نسبة الرطوبة فيها 10%، يعني المادة الجافة فيها 90%، يعني هتضرب العلف المركز كمية عندك في 90 على 100 يديك مادة ايه؟ المادة الجافة في الايه؟ في العلف بتاعك. طيب مواد العلف الخشنة يا دكتور، مواد العلف الخشنه بتنقسم عندي لحاجتين: مواد علف خضراء ومواد علف جافه. مواد العلف الجافه نسبه الرطوبه فيها بتتراوح من حوالي من 15 ل 20%، ولو دريس حجازي جيد بيبقى نسبه الرطوبه فيه 10 12 في الجو بتاعنا بتاع ايه وجه بحر. طيب امال مواد العلف الخضراء هنحسبها ازاي يا دكتور؟ مواد العلف الخضراء لو انت شغال بالسلاج اللي هو يعني منتشر وموجود في مزارع الانتاج الحيواني او في مزارع التسمين، ادعمنا بلايك وشير وسبسكرايب عشان نقدر نستمر ونقدم لك محتوى يفيدك. وما تنساش تتابعنا على قناتنا على اليوتيوب وصفحتنا على الفيسبوك. لو انت شغال بالسلاج اللي هو يعني منتشر وموجود في مزارع الانتاج الحيواني او في مزارع التسمين، نسبه الرطوبه فيه بتبقى حوالي 60 65%، يعني هيديني ماده جافه من 35 ل 40%. يعني كل 3 كيلو ونص او 3 كيلو 300 جرام هيدوني كام؟ هيدوني كيلو ماده جافه. والدريس كل كيلو هيديني حوالي 850 جرام. العلف المركز كل كيلو هيدينا حوالي 900 جرام. من هنا بقى تبدا تحسب الماده الجافه المأكوله بتاع الايه بتاع العجول بتاعتك، عشان في الاخر الحيوان يوصل لمرحله الشبع. لان انا مش الهدف ان انا بحط العجل ياكل وخلاص، لا ده انا لازم اوصل عندي ان العجل وصل لمرحله الشبع الميكانيكي، يعني حس ان هو الكرش بتاعه امتلأ. لان طول ما العجل حاسس ان هو جعان ايا كان، لو انت حاطط له علف مركز عالي حتى، برضه هنا العجل ما وصلش ان هو ما شبعش، ما حسش بالشبع. فهنا العجل اللي ما شبعش ده او جعان هيفضل يفرك عندك في العنبر ويبدا يتحرك، فهنا هيفقد طاقه من طاقه العلف اللي انت حطيتها له وما استفادش بيها في معدلات نموه. وكمان العجل ده حاسس بالايه بانه جعان، فبالتالي هنا معدلات نموه او معاملات الهضم بتاعته مش هتبقى احسن حاجه. يبقى انا عايز اوصل العجل ان هو يوصل لمرحله الشبع الميكانيكي. يبقى انا هنا بحسب على اساس الماده الجافه وادي له 3% من وزنه، فهنا هتوصل مع العجل لايه؟ ان العجل وصل لمرحله الشبع. طيب في فروق فرديه؟ في فروق فرديه. يعني ايه؟ يعني لو انت شغال في اللي هو العجول المربوطه، تمام؟ احنا طبعا بنتكلم عن السايب او المزارع اللي هي بتبقى عنابر والعجول سايبه فيها، فبالتالي انت بتاخد متوسط وزن العجول كلها وبتبدا تحسب على الماده الجافه بناء على وزن العجل 3% من وزنه، وتحط في العنبر عندك الكميه على حسب عدد العجول ووزنها. تبدا ان انت تحط الكميه والحيوانات تاكل، وهنا هتوصل لمرحله الشبع وخلاص تمام. طيب في العجول اللي مربوطه بقى، انا هنا يا اما ان انت تاخد متوسط بتاع العجول بتاعتك كلها وتبدا ان انت تحط العجول كلها زي بعضها، وبعد كده تشوف العجل ده اكل الوجبه بتاعته ولسه واقف جعان، هتبدا ان انت تزود له شويه. العجل ده ما بياكلش 3% من وزنه، بيسيب منهم شويه، تبدا ان انت تقلله. طيب بالنسبه بقى للمزارع العنابر اللي هي الحيوانات السايبه، هنا بقى هتشوف لازم عندك خلال ساعه يكون الطوال عندك ما عادش فيها ايه؟ ما عادش فيها علف او فيها بواقي بسيطه، تمام؟ يبقى انا هنا لما اجي اعلف هنزل العلف، العجول كلها لازم تبقى عارفه ميعاد العلف. يعني ايه؟ يعني انت تثبت مواعيد التغذيه عندك. انت خلاص الكميه اتفقنا عليها ان هي 3% من وزن الحيوان،
طب ادي الحيوان يا دكتور ال 3% دول كم مره؟ يعني اغذي كم مره في اليوم؟ اهم حاجه ما تغذيش مره واحده، دي اهم حاجه. يعني يبقى عندك اكتر من علفه، يعني يبقى علفتين ثلاثه، وكل ما كان عدد العلفات او عدد الوجبات بتاعتك اكتر من من اثنين هيكون افضل، لان انت كده ما بتضغطش على الكرش وبتدي كفاءه للهضم اكتر. تمام، يبقى انا كده حددنا مواعيد العلف، لان العجل او الحيوانات زي ما القاعده عندنا بتقول ان الحيوان عبد العاده، لازم انت تعود العجول على ميعاد للتغذيه، ميعاد ثابت. وبرضه لم العلف من الطواله، لو العجول عندك بتسيب في الطواله علف، لازم برضه تحدد ميعاد للم العلف. وهنا هتيجي نقطه مهمه جدا، ان انت لما تيجي تلم العلف لازم انت تشوف العلف المتبقي عندك في الطواله نسبته قد ايه، يعني هتوزنه وتبقى عارف هو عباره عن ايه، لازم توصفه عشان تعرف العجل حصل فيه عندك تفضيل او عزوله عندك في الطواله، العجول كلت ايه وسابت ايه. لما تعرف هتعرف المشكله فين، وتبدا ان انت تتلافاها. وان شاء الله نتكلم في فيديو كامل عن خلط العلف وتقديم العلف او الوجبات للحيوانات، هنفرد لها فيديو ان شاء الله نشرحها بالتفصيل فيما يسمى بعلاقه التي ام ار اللي هي توتال ميكسد راشن. وطبعا ده افضل نظام للتغذيه في في الحيوانات او في الانتاج الحيواني عامه، سواء بقى كان انتاج لبن او انتاج لحم، هنتكلم عنه بالتفصيل. طيب يبقى احنا كده عرفنا العجول هتاكل قد ايه وهتاكل امتى. تمام. طيب انا دلوقتي خلاص وصلت لمرحله ان العجول عندي في مرحله الفرد، افرد لغايه فين؟ قلنا على حسب انت عايز تطلع على انهي موسم. هل انت الهدف بتاعك ان انت تطلع في رمضان؟ يبقى انت هتفرد لوزن كام عشان تطلع في رمضان؟ هتفرد، ممكن تفرد عندك من 130 لغايه 300 كيلو، على حسب انت عايز تطلع اوزان تقيله يبقى هتفرد لغايه 300 كيلو، عايز تطلع اوزان متوسطه اللي هي 400 420 يبقى هتفرد مثلا ل 200 250 كيلو 220 كيلو، وتبدا ان انت تخش في في التسمين. خلي بالك فتره التشطيب او فتره التسويه او فتره بقى التغذيه التسمين الحقيقيه اللي هي بعد الفرد، دي المفترض باي حال من الاحوال ما تقلش عن متوسط ما بين 60 ل 90 يوم، ويفضل ان هي تكون 90 يوم. تمام، لان انت لو قللت الفتره ديتي مش هتوصل للوزن المفترض ان انت تحققه من العجل ده، ومش هتحقق معدلات النمو اللي هي النمو التعويضي اللي انت ضيعته في فتره الفرد. وكمان لو انت قللتها وزودت كميه العلف المركز اللي انت هتحطها هتكلف اكتر، وهيظهر عندك ان يظهر عندك دهون اكتر في في العجول، لان هنا انت ممكن تدي اكتر من احتياجات من احتياجات العجول. يبقى عندي عليها متزنه مده 60 ل 90 يوم في التشطيب، والفرد ده بيرجع لهدفك في عمليه في عمليه التسمين. في حاجه مهمه برضو لازم في اداره التغذيه لازم ان انت تراعيها، اللي هي ايه؟ عينك على الطواله، وعينك كمان على على الروث بتاع الحيوان. يعني انت كل يوم الصبح لازم انت تدخل العنبر او تدخل المزرعه بتاعتك، وتبدا ان انت تلف في المزرعه. هتلف في المزرعه هتشوف ايه؟ وقت توزيع العلف مهم جدا ان عينك تكون على كل حيوان موجود عندك. ليه؟ لان لو الحيوان اتاخر في دخوله على العلف يبقى هنا الحيوان ده حاجه من الاثنين، يا اما ان الفتره ما بين الوجبات قليله والحيوان لسه ما حسش ان هو جعان، فبالتالي هنا انت لازم تظبط الفتره ما بين الوجبات، او ان الحيوان ده ممكن يكون مريض او في عندك مشاكل غذائيه، مشاكل مرتبطه بالتغذيه بتاعتك. وده طبعا ان شاء الله هنفرد او هنعمل فيديو كامل عن الامراض الغذائيه، هنتكلم عنها ان شاء الله بالتفصيل في فيديو منفصل، وهنشرحها بالتفصيل ان شاء الله. طيب خلاص انا شفت الطواله عندي، لازم الطواله عندك تكون نظيفه. يعني ما ينفعش احط علف على علف. ليه؟ لان العلف اللي متبقي عندك في الطواله ده بنسبه كبيره هينمو عليه هينمو عليه كائنات حيه دقيقه ممكن تسبب زي مثلا فطريات تديني افلاتوكسينات، تعمل لي سموم فطريه، تقلل لي معدلات النمو بتاع الحيوانات رغم ان انا مستخدم عليقه كويس. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان العليقه لما تبقى نظيفه، فبالتالي هنا الحيوان هو برضه ليه قابليه واستساغه لما يكون المكان اللي هو واقف فيه كويس والحيوان يشعر بالراحه وبالرعايه، هيبدا يقبل على العلف وياكل وجبته ويبدا ان هو يديك معدلات نمو كويس. طيب كمان لازم ان انت تبص على على الروث بتاع الحيوانات، لان الروث ده قصه. ده انت لازم تحدد السكور بتاع الروث اللي هيقول لك اداره التغذيه عندك صح ولا غلط. يعني ايه؟ يعني انا مثلا هلاقي الروث بتاع الحيوانات جامد ومتقطع،
يعني الحيوانات دي الهضم بتاعها كويس وما فيش فيها مشكله، التغذيه مظبوطه. طيب لقيته لين بس متماسك، يعني مش سايل، يبقى برضو التغذيه عندك جيده، الامور عندك كويسه. طيب لو لقيت ان الروث عندي لين، يبقى هنا عندي مشكله، اضطرابات هضميه، عندي انخفاض في مستوى الالياف في الايه في العليقه بتاعتي، عندي مشكله هنا ايه حاصله، وممكن تكون حموضه زايده. هنتكلم برضو عن الامراض الغذائيه وهنذكر الحموضه. ممكن الاقي الروث بتاع الرجول سايل، يعني الرجول عندها اسهالات، لا هنا بقى يبقى في مشكله عندي في الايه في التغذيه، او مشكله صحيه ان الحيوان في ايه مريض او حاجه. كمان عندي ممكن يكون الروث مدمم، يبقى هنا في مشكله، لازم ان انت تبدا تشوف المشكله عندك ايه. تمام، لازم الحاجات دي كلها لازم تكون عينك ميكروسكوب على الحيوانات بتاعتك، لازم تشوف العلف، لازم تشوف الصحه والحيويه والنشاط بتاع الحيوانات، لازم الحيوانات تكون عينيها بتلمع، والمخطم بتاعها يكون منده، ويكون الاقترار بتاعها مظبوط. يعني ايه؟ يعني العجل بعد ما ياكل، بعد خلاص حس بالشبع، يبدا ان هو يركن بقى في جنب، سواء بقى كان نايم او واقف، يبدا ان هو يقتر. طب انا اشوف معدل الاقترار بتاع العجل، المفترض ان العجل يديني متوسط 60 عمليه اقترار في ال 50 ثانيه، يعني خلال 50 ثانيه او خلال دقيقه يديني حوالي 60 ل 70 اقترار، ان عمليه بلعه تيجي من الكرش وتيجي للفم، يعاد هضمها تاني او مضغها تاني، وخلطها باللعاب، وتبدا ان هي ايه ان هي ترجع للكرش تاني. وان شاء الله هنعمل فيديو برضو كامل في السلسله بتاعتنا عن بيئه الكرش وخصائص بيئه الكرش، وازاي ان انت تستفيد من الكائنات الحيه الدقيقه اللي موجوده في الكرش، ان هي تديك اعلى معدلات للنمو والهضم في الايه في الكرش بتاع الحيوان. ده هنتكلم عنه بالتفصيل ان شاء الله. تمام. طيب احنا دلوقتي وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. ما تنساش ان انت تصلي على النبي في الكومنتات، وتدعمنا بلايك وشير، وتشترك في القناه، وتتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. واي سؤال سيبه لنا في التعليقات، وان شاء الله هنرد عليه. واشوفكم على خير في الفيديو القادم. وما تنساش ما تربيش وخلاص.